السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا اهلي يا كل حياتي، يا رب تكونوا بخير يا رب. صلى على النبي يا حبايبي. اقول لكم مين اللي بيهددني وبيهددني ليه، واقول لكم كل حاجة. اول حاجة دلوقتي بقولها الدكتورة رباب، حمد لله على السلامة، وهي وماما بطوط، ونورت اليوتيوب والله العظيم. وعايزه اقول لكم على حاجه، احنا هنفضل يعني اللي بيعمل فتنه بين الدكتوره رباب ومدام هناء عمرها ما هتحصل، لانهم هيفضلوا اخوات وحبايب وايد واحده، وحبايب مدام هناء ايد واحده، محدش هيعرف يعمل فتنه بينهم ابدا. وربنا يدوم المحبه يا رب بينهم باذن الله للابد للابد للابد. عايزه اقول لكم يا حبايبي كمان، عايزه اقول بقى للحوله اللي كانت قاعده لسه بتعمل بس، وتعمل لك ازاي؟ ده هتيجي دلوقتي مش عارفه ايه ده ابو انت الحوله يا حوله. ده هتيجي تقول سقط، ده ما كانتش حامل، ده ما كانتش. انتوا عارفين اللي جوزها اللي انتوا عارفين الكلمه هي اللي بتقولها على جوزها. ده هتيجي تقول سقط، ده مش حامل. يعني استغفر الله العظيم يا رب. يعني بتسب الست المره تقول لولادها مش عارفه الاي دي من ان ايه ولا مش عارفه ايه، ومره تقول لك مش حامل. يعني الدكتوره ربيب باين عليها اللي هي حامل يا جماعه، استغفر الله العظيم. يعني حتى الحمل بيجي ساعات في المناخير، زي ما كان بيحصل لي مناخيرها باين عليها كمان. يعني دلوقتي كمان بتكذبها اللي هي حامل. طلعت يا كسفتك يا حوله، وطلعت اهي الحمد لله، ولا قالت ربنا يكمل لها على خير يا رب، وتولد بالسلامه يا رب بنوته اموره كده زيها ان شاء الله. عشان تعرفي، جت بردك بتتبلى على مدام هناء. مدام هناء نورت اليوتيوب يا عسل، والله منوره ربنا. اليوتيوب بقى له حس كده، ايوه اتكلمي معانا كده وقعدي اتكلمي واحكي والكلام ده. اللي جايه تقول لك ايه؟ ده جايه تعمل لك ازاي؟ ده في السجن، ومتابعينها القطيع اللي عندها بقول لك ده هي بتتكلم في السجن. في السجن ازاي؟ وواحده اهجات وقدامها الفاكهه جايه وهي في الجنينه، جايبه وهي معاها المصحف اللي انت بتقول الاحمر، جايبه المصحف. يعني عشان تبطلي ابتلاءات، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حوله يا شوارعيه باريس. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. عايزه اقول لكم بقى يا حبايبي، ما عملتش امبارح فيديو لان امبارح اول امبارح لقيت بردك على الواتس جاي لي، انا ما اعرفش انا مش عارفه. سبحان الله، امورانا اللي بيقولوا اللي هي مش لبقه ولا كلام ده، كلام مأثر فيهم للدرجه دي. كل واحد ماسك تهديدات لامورانا، كلهم ماسكين. الا ايام عوض تهددني، الا ما اعرفش مين يهددني، الا الحوله تهددني، الا التهديدات ما اعرفش ليه. وانا كلامي مأثر بهم للدرجه دي؟ سبحان الله، انا اللي بتكلم الحاجه الغلط واقول الحاجه الغلط وكلامي مؤثر فيهم. عشان تعرفوا ان ام رنا كلامها مؤثر في الشراشيح. انتوا شايفين؟ لقيتهم يا حبايبي، لقيت اول امبارح عشان افهمكم الموضوع، لقيت رسائل على الواتس شتيمه ما اقولكوش، شتيمه قذره. وبعدين شتيمه زي اللي بتقولها الحوله الشوارعيه بتاع باريس ده. يعني في ناس يقولوا لك لا ده فاروق هو اللي بعت لك الرسائل، لا مش فاروق. فاروق يا حبايبي اهل الكويت ناس محترمين جدا، منعوه اللي هو يتكلم على حد او يسب حد، ومسح فيديوهات الكلام عليها كلها ومسحها. مش فاروق. وبعدين هي قالت حاجه انا كنت قايلها القناه، وهي قالتها بردك في قناتها، قالتها في قناتها كتير، وقالت الكلام اللي جالي كتير اللي هو في البتاع نفس الكلام بتاعها. هي ممليه لحد، ممليه لحد، والحد ده عنده خط مصري وهيبان. هو قال لك هو واحد يكون برضك سوري قاعد في مصر مع خط مصري، واحد مصري هي حيلاه وقايل نفس الكلام، قال وبيهددنا. قال لي احنا بنقول اللي احنا بنسب اعراض. قلت له طب انا بسب اعراض ايه؟ انا نفسي اعرف انا بسب اعراض ايه. حتى قعدت افكر في الفيديو اللي قبل كده، انا ما بسبش. ده احنا بنمنع سبك يا شوارعيه، سبك العرض في مدام هناء. ازاي؟ وحبايب مدام هناء قالوا عاملين كده، اللي احنا كلهم حبايب مدام هناء اللي عايزين يوتيوب نضيف، يوتيوب نضيف، منع من السب، منع من القذف، منع من الحاجات دي. يبقى انا هاجي اسب ليه؟
اذا كنت انا مش عايزه اقول نفس كلامك يا شوارعيه، يا اللي متربيه في الشوارع، ازاي هقوله؟ اللي يقول قلت له طب سب مين؟ اتابع حتى افتكرت ايه في الفيديو اللي فات. طب انا قلت ايه؟ انا سبيت ايه؟ انا جبت سيره مين؟ حتى اما بنقول الحوله بنقول لها يا حوله، يا قصريه، يا شوارعيه، يا تربيه شوارع، يا قذره، الكلام ده. بس احنا بنقول ايه؟ ما بنسبش اعراض زيها كده نفسها، زي ما قالت على الدكتوره رباب وتقول على الدكتور على مدام هنا والكلام ده. حتى يا ربي يا ربي ما سابتش حبايب، مدام هناء غابت ما سابتش حبايبها. ماسكه مره برضك مدام برستيج، ماسكه برضك عهود اول امبارح على المنتديات اللي بتعملها. ده انتوا منتديات قعدت يا اختي تكتبي 5 6 عرايز الهي وما اعرفش ايه، وتقول عليهم استغفر الله شين ميم الف. ده انت اللي شين ميم الف لام، وانت اللي ميم واو ميم سين. انت يا حوله يا شوارعيه. مش ده ناس محترمين برقبتك، ما يعملوش اللي انت تشتغل عندهم خدامه. ما يستعنوكش اللي انت تشتغل عندهم خدامه، اللي انت تشتموهم وما جابلوش سيرتك، ولا بيشتموك ولا بيجيبوا سيرتك خالص. ده بيدافع عن مدام هناء وكاتبين لها يعني حاجات شعر فيها. الغل عملك اللي هم بيحبوها، الغل والحقد بتاعك، استغفر الله العظيم يا رب. جت يا حبايبي لقيتهم بتهددني، بتقول اللي انت بتسب اعراض. ثبت ايه؟ لقيت الفيديو اللي هي عاملاه اللي هم دي. انا ما قلتش الا القرعه كانت بتروح اسمه ايه ده، وبتجيب له هدايا. اقسم بالله ما بكذب في كل حاجه. من جارتها اللي قالت الكلام ده اهي، قالت اللي انت راح. انا ما وحتى السب مش ما فيهاش سب، انت رايحه في وسط امه واهله وعيلته والكلام ده، وقالوا اللي انت انا ما اعرفش. انتوا ما بيقولوا خلاص اتجوزتيه خلاص يبقى ده سب. وقال بيهددوني بقى ايه اللي هيطلعوا عليا ترند. هوريكم بقى في اخر الفيديو الكلام، وهيطلعوا عليا ترند يمسكني. وعندك صور بنتك عشان انا سرقت البطاقات منها. انت عارفه اللي هي صوره بنت اللي انت خدتها دي خدتها ايه؟ طب الحمد لله يعني اللي انت ما شفتش ظهر دي شغاله ايه، او هي معاها شهاده ايه، عشان تعرفي يا قذره انت اللي انت شتمتها دي وبتقول عليها خرا وبتحط عليها نقطه دي ما تستعنكي. والله العظيم ولادك كده ما تعرفي تربي التربيه اللي انا ربطها لها ولا الشهاده اللي انا اديتها لها. انا واحده يا حبايبي والله العظيم كانت ام جهله ما بتعلم، يعني ما بتعرفش تقرا ولا تكتب. الحمد لله قعدت بشقاها وتعبها عايزانا نتعلم كلنا. كان نقعد على الطبليه كده اهو وتقول ذاكروا يا عيني مش عارفه تقرا، بس كانت قعدنا على الطبليه كده زمان واللمبه وتقول لنا اقروا الكلام ده، وهي ما بتعرفش تقرا وتكتب وذاكروا. حتى اما جينا اتجوزنا قعدت تقول لازم تاخدوا موظف برضك، عشان يعني كانوا اخواته جمال جدا، العين الخضراء والبياض والشعر الاصفر. انا عندي اختين كده الاخت المنقبه واخت الحاجه فاطمه الله يرحمها، سالوا حتى زاهيه عليها. دي كان في جمال ما حصلش. كان يقول لهم بتوع مصانع يقولوا لهم هنجيب لكم يعني شغالات عندهم. امي الله يرحمها تقول لا انا مش عايزه واحد بس يفلس في يوم من الايام يتعب ما يلاقيش اكل، لا انا عايزه واحد موظف له مرتبه كل شهر. عشان كده وظائف عمايتنا، وفعلا كلامها صح يا حبايبي. ما احنا دخلنا في مشاريع كتير كلها فشلت وكلها جت برضه. وظيفه ابو رنا دي اللي نفعته، اللي زي ما انا قلت لكم يعني لما فعلا امنا اللي هي اللي مش متعلمه دي كان كلامها صح. يعني هو من طيبته دخل مشاريع كتير وكلها عملت ايه، كلها فشلت وكلها جت بالخراب. وظيفته هي الحمد لله. ولما كان بياخد الحاجات زي ما انا قلت لكم بالقسط ويبيعها هناك الحمد لله، كنا عايشين مستورين ومية مية الحمد لله. يعني كلام امنا صح. تيجي يا حبايبي بقول لكم اللي انا كنت اهم حاجه عندي اللي انا اربي ولادي تربيه، يعني اعلمهم لو هناكل عيش والله العظيم وجبنه لازم اربوهم تربيه. انا ما اقولكوش ولاد الحمد لله تعليم عالي الحمد لله وتعليم ما شاء الله عليهم، عشان كده
وولادهم ما شاء الله يعني قنوعين، يعني مش همومهم اللي هم ايه ناكل اي حاجه، بس المهم برضك يتعلموا. الحمد لله. يعني انا بقول لك يا حوله يا شوارعيه، انتي عمرك ما هتربي ولادك ولا تقعدوا، انتوا مش قاعده لهم اصلا. انا مش قاعده لهم. انا فاتحه القناه 6 سنين يا جماعه، والله والله العظيم ما لقيتش، ما حبتش القناه ده إلا لما لقيت من يوم مدام هناء، ولقيت حبايب ليا وناس اهل ليا. انا 6 سنين ما كنتش شغاله عليهم الا شويه طبيخ، وما لقاش فيهم مشاهدات وكده وخلاص، ولا كان فيها فلوس ولا كان فيها ربح ولا الكلام ده. عشان كده. لكن دي استغفر الله العظيم يا رب، اللي بتهددني وبتقول لك ايه ده، قال انا خايفه من جاكو المتحول اللي ولد بنت اللي هو يطلع الكاميرات عند فاروق. قلت له طب طلعها، ده انتوا هتلاقوا لو في كاميرات انتوا كنتوا يا خراب هتستنوا يوم، هتستنوا يوم، هتستنوا يوم. طب انا اما طلعت وقلت كل حاجه، انت يا قصرية الكلب، قصرية الكلب يا شوارعيه، انتي ما كنتش بتقول اي حاجه، ولا رحت قلت فاروق دعمني ولا قلت حاجه. ده ما عرفناش الا بعد 6 سنين استاذ هشام اللي فضحك وقال لنا. طب انت طلع الكاميرات، كاميرات ايه؟ هيطلع الكاميرات وهو قاعد يورينا كاس الفلوس اللي بالهبل؟ ما هي دي كاس الفلوس. عمره ما هيطلع ايه؟ لا انا هيطلع. قلت لهم طب طلعوها، وانا بحسس زي ما هو كان بتقول القذره كده، الكلمه اللي هي بتقولها دي اللي انا ما اعرفش بحسس ايه. نطلعها القذره. سنه ما كنتش رايحه بعبايه شوفون وقاعده اترقص واجيب له كباب عشان ياكل، ما كنتش كده. ولا كنت استغفر الله العظيم يا رب يشوف انت اللي هو استاذ هشام عملك. حسبي الله ونعم الوكيل. طلعي اللي بيهددونا. قال بتقول لي قال جاكي، قال جاكي انا خايفه من جاكو ده. جاكو ده انا عملت مره فويز بقول له بس، بقول له ابعد يا فاروق عن مدام اميمه يا فاروق، عشان مدام فريمه هتشتكيك يا فاروق. يا خرابي بالعجل. خد منهم، قبض منهم وادولهم الفويس. مش هقبضهم في الكاميرات. حسبي الله ونعم. انت تربيه شوارع اصلا، واحده قذره. انت يوم ما هددتين، انا رحت دلوقتي القريه الذكيه يا جماعه، القريه الذكيه ده في مصر، قالوا هنعرف النمره دي بتاع مين وهنجيبها، وهنقول شوف بقى مين المحرض، وهيجيبوكي. انت عارفه اللي انت غايبه وانت في فرنسا مش هنطولك؟ ما انا هنطول ترتر، ما انا ممكن اقول ترتر هو اللي انت محرضه. ترتر هو كل ده، هو اللي قدامنا دلوقتي، وانا عارفه عنوانه وعارفه كل حاجه عنه. حسبي الله ونعم الوكيل ليك يوم. حسبي الله. والفلوس اللي انت بتاخدها من سب مدام هناء وعرضها وماسكه حبايب مدام هناء ده كله، هتطلع بلا واسد عليك، وممكن يجيلك مرض ان شاء الله. هيجيلك مرض تعوزي تشربي كوبايه الميه كده او بق الميه مش هتعرفي تشربيه. والله العظيم هتلاقي بقك انشل كده ان شاء الله، هينشل كده، مش هتعرفي اللي انت تعملي حاجه زي كده تشربي، ولا الفلوس هتنفعك. اللي ماسكاها حتى هي الست سيبها في حالها بقى، فيها اللي فيها وتعبانه. ده صعبة استغفر الله العظيم اللي هم ما لهمش صعبة على الناس كلها. والله في ناس انا اعرفهم عيطهم، جيران عيطوا على مدام هناء، قالوا له والله صعبت علينا لما طلعت في البث والله، واتقهر قلبنا. يسيبوها في حالها بقى، انت عايزه منها ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليك، يجيلك مرض وتنشل في لسانك بقى ما تعرفي تتكلمي. انت بتهددينا وانا اخاف من التهديد بتاعك. اعملي، تقول لك قناتي هعمل قناه على بنتك، انت معاكي صوره بنت، دي صوره بنت ما تعرفش جوزها شغال في ايه. اعملي بقى حصرياتك يا ام حصريه وشوفي هو شغال ايه. صوره بنت دي من صوره بنت رنا، مش صوره بنت التانية. شوفيها، شوفي بقى حصرياتك يا ام حصريه كده وشوفيها شغاله ايه وجوزها شغال ايه وهو يعمل ايه. اللي بتقول انت فرحانه، اللي بتقولك ده معاها صوره بنت، شوفي واعملي اللي انت عايزه تعمليه. بس والله العظيم مش هجيبها الا ترتر، مش هجيبها الا ترتر. مش انت ماشيه هجيب ترتر.
حسبي الله يجيلك شلل في لسانك ان شاء الله، تنشل في لسانك كده ما تعرفيش تدوق الميه على سب الاعراض. احنا ما بنسبش اعراض زيك. كل اللي بيتفرج عليك بيقول واحده كسرت فوق عليها، ولا واحد يحكمك، ولا راجل يحكمك، ولا اخ يحكمك، ولا تربيه قذره، تربيه واو سين خ ت مربوطه. اللي بتقول انا متربيه ازهر، ازهرت ايه؟ كنت واحده بتتعامل مع رجال، انا اعرف جوزك سايبك ليه كده، سايبك قاعده على الكرسي ايه ده، مش قاعده طبيعيه. وتتكلمي على مدام هناء وتقول على هيه الف يه جيم ت مربوط، ده انت اللي كده. كل اللي بتقوليه على مدام هناء انت اللي عاملاه اصلا، وانت اللي مجرباه. مدام هناء محترمه، شقت وتعبت على عيال بنات وربتهم احسن تربيه وعيال محترمين. شوفوا اولادك اما يشوفوا قذرتك وانت بتتكلمي كده هيبقوا عاملين ايه معاكش، والله هيطلعوا يعملوا ايه وما يشوفوا امهم قذره ولسانها زفر كده. حسبي الله بدأ عليكم في كل صلاه. اللي هيجيلك يوم كده هيجيلك، يمكن ربنا ياخدك اخذة وانت قاعده بس، وانت قاعده بس كده اخذة عزيزه، يبقى عبره للناس كلها ان شاء الله. استغفر الله، ولا منظر ولا حاجه، وعامله زي المتحوله ووشها 10 امتار قدام ومناخيرها قد كده وتخيل على الناس. تخيل تقول لك ضب وتقول لك على مدام، وهي ده استغفر الله العظيم عامله زي المتحوله. ورفائيل سايبها علينا كده زي الفرس، استغفر الله العظيم اللي هيجي علينا كده. والله العظيم حسبي الله ونعم. وهبقول لك هجيب ترتر وهنعرف مين اللي هم كتبوا الرسائل بالنمرة، هنعرف. وهوريكم دلوقتي اخر حاجة الرسائل يا ولاد يا حبايبي. عايزه اقول لكم بقى، انا بعتذر برستيج قوي والله العظيم. هي بتقول لك عملت فيديو قالت انا سوسة الكويت. طبعا عايزه اقول لها والله انا باسف لك كده، اللي هي شافت الكلمه دي عندي في تعليق، وانا غلطانه اللي انا ما مسحتش التعليق، بس انا قلت اما ارد على اللي هم قالوه. قلت لهم سوسه ايه؟ واحده قال سوسه اللي هي عايزه تعمل فتنه بين الدكتوره رباب وحناء، اللي هي عملت فتنه ايه؟ هي بتحب، قلت لهم بتحب الدكتوره رباب وبتحب دي، بتعمل فتنه فيهم ايه؟ وبتحب الاثنين. اقول لك انا اسفه اللي انا مسحتش التعليق يا برستيج والله العظيم. وانت عارفه اللي الشراشيح عايزين هم اللي يوقعوا بينكم وعايزين الفتنه بينكم، وانت ما شفتش انضف وانقى انسانه والله العظيم اللي تروح وتسال على مدام هناء كده ما فيش زيها، يعني قليلون منه والله. حبايب مدام هناء دي قله والله العظيم قله والله العظيم. ما اقول لها ما تزعليش، وانت عارفه اللي هم عايزين يعملوا فتنه بينكم، وربنا يدوم المحبه بينكم، وعارفين اللي انت بتحب الدكتوره رباب وبتحب هناء ومسحاه في انا. انا اللي السبب والله، واسفه والله العظيم اللي انا ما مسحتش التعليق. الله حبايبي ربنا يدوم المحبه بينكم يا رب وبين حبايب مدام هناء، ويشفيها يا رب ويفك كربها كده وان شاء الله، ويعوضها خير باذن الله. ويلا ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.